فاش تمرض تدير شهاده طبيه، وفاش تعيا تدير شهاده طبيه، فاش تبغي تقضي شي مصلحه تدير شهاده طبيه، وفاش تصاب بحادثه شغل تدير شهاده طبيه، فاش تبغي تسافر باش تفجج تدير شهاده طبيه. الشهاده الطبيه هي الحاجه الوحيده اللي تخليك تغيب وانت مرتاح، ما عنده حتى شي واحد الحق يهضر معاك، لحقاش بقوه القانون انت محمي بها. اجي نفهمو اكثر. اولا قبل ما نهضروا على حق العمال في غياب بسبب مرض وانهم ما حدهم تيبروا الغياب ديالهم الشهاده الطبيه، فداك حقهم بقوه القانون لا نقاش فيه. كاين عاوتاني الشركات اللي تقول بان غياب العمال تيديها باش دير فايت، لان غياب العمال تيخلي الانتاج ينقص، وفاش ينقص الانتاج تتنقص مع المبيعات والارباح، وبالتالي ما تيبقى لها غير تسد البيبان ديالها. باش نفهموا مزيان اجي نفكروا بالعقليه ديال الباترون. اجي نشوفوا واحد المثال ديال الحاج بوجميع. الحاج بوجميع عنده واحد المخبزه خدامين فيها 4 العمال. خديجه تتعجن العجينه، سعيد تيدخلها الفران، ونجاة تتستف الخبز في الفيترينا وتمدو للكليان، وحمد شاد لاكيس تتخلص من عند الكليان. هاد المخبزه تتعجن وتبيع في النهار 1000 خبزه. الحاج بوجميع عنده مشكله مع نجاة اللي تتغيب بزاف، نهار تتغيب فيه تتنقص المبيعات ب 750 خبزه، لقاش حمد اللي شاد لاكيس تيدير خدمتها وخدمته في نفس الوقت، تيستف الخبز وتيمدو للكليان وتيتخلص من عندهم. الكليان تيبقى يتسنى بزاف، تيمشي في حاله، ونهار على نهار ولاو تينقصوا كليان. الحاج بوجميع فكر في 3 ديال الحوايج واش يجري عليها، ولكن ماشي محقو، راه حاط عليه شهاده طبيه، واذا جرى عليها راه غادي يطالبوا بتعويضات الفصل والاخطار والضرر، غادي يطيح عليه بغسيل الفندق. واش يجي بلاصتها شي وحده اخرى فاش تغيب، ولكن من بعد فاش تجي نجاة اشنو غايدير مع السيده اخرى، وهو ما قادش على خلاص خدامه وحده اخرى عاوتاني. الحل الثالث اللي لقى هو انه وقت ما غيبت نجاة يدير لها الفحص المضاد باش يردها تخدم، والا غادي كل نهار تنقص المبيعات ويهرب الكليان وتنقص الارباح، وديك الساعه غير يسد هاد المخبزه هادي. دابا شفنا المشاكل اللي عند الحاج بوجميع بسبب غياب نجاة، واذا غيبوا ليه 2 دقه واحده اذا صافي ما بقى ليه ما يزيد. نمشيو دابا عند العمال اللي تيغيبوا، واللي يمكن لنا نصنفوهم 5 ديال الفئات. كاين فئه اللي مريضه فعلا، سواء مرض مزمن طويل الامد ولا اللي تيمرضوا مره، وكاين الفئه اللي موسميه فاش تكون عندها مناسبه بحال علاقات الاسره او تقديم مصالح اداريه، وكاين الفئه تتغيب باش تهرب من ستريس الخدمه او شي شاف حكار، وكاين الفئه اللي عندها بيعه وشريه تتمرسى على برا، وكاين فئه غير تتخلص تتمشي تفجج مع راسها. جميع هاد الفئات فاش تغيب تجيب شواهد طبيه، هذوك الشواهد الطبيه تعطيهم لهم الطبيب، واحيانا بعض الاطباء تيهمهم غير ثمن الزياره ويعطيو الاجير عدد الايام اللي بغى، وكاين الاطباء اللي صارمين في هذه المساله هذه ما يعطيوش الشهاده الطبيه الا اذا شافوك فعلا راك خصك ترتاح. واخا كاين واحد القانون جنائي تيعاقب الاطباء من 6 اشهر الى 2 سنين، ومن غرامه ماليه من 200 درهم الى 1000 درهم. كل طبيب عطا شي شهاده طبيه شي واحد وهذاك الشيء اللي فيها ماشي حقيقي، واخا هكاك مازال شي اطباء تيخرقوا القانون وتيمارسوا البيع والشراء في الشواهد الطبيه. بزاف ديال الاجر تيتسائلوا واش كاين شي فرق ما بين الشهاده الطبيه اللي تيعطيها طبيب عام والشهاده الطبيه اللي تيعطيها طبيب اختصاصي. في نظر قانون الشغل كل شهاده تيعطيها لك طبيب مسجل في لائحه هيئه الاطباء فراه صحيحه، غير انه كاين واحد الفرق ما بين الطبيب العام والطبيب اختصاصي. باختصار الطبيب العام الدور ديالو التشخيص الاولي للمرض، واحيانا تيتعاطى مع دوك الامراض تيكونوا بحال ضربه البرد بحال الرواح، وكاين طبيب اختصاصي تيكون متخصص في منطقه في الجسد، تسمع مثلا طبيب الجهاز الهضمي، طبيب المفاصل والعظام، تكون عنده معرفه كبيره بالمرض وبالتشخيص وبالعلاج. هذاك الشيء باش تجي غريبه ان طبيب عام تيعطيك شهاده طبيه فيها 15 يوم راحه، واللي معروفه انه ما يقدرش يفوت 3 ايام، لانه فاش يشوف حالتك صعيبه راه تيصيفطك اصلا عن طبيب اختصاصي. وهنا فين كاين اللعب. الان غنشوفوا الاجازه المرضيه وكيفاش ينظمها قانون الشغل. الاجازه المرضيه او العطله المرضيه او الراحه المبرره بشهاده طبيه لقانون الشغل ماده 271 حتى الماده 273 تيقول لك فاش تكون مريض ومشيتي ترتاح خصك ضروري تخبر الباترون ديالك ب 48 ساعه قبل بانك مريض ما غاديش تجي للخدمه، وصيفط ليه واحد شهاده طبيه باش حتى هو يدير بحسابه ويشوف شكون اللي غادي يرومبلاسيك. ما تنساش راه هو براسو متبع بواحد الكليان خصو يصيفط ليه السلعه في وقتها، والا غادي يحسب عليه ما يسمى بالشرط الجلسفي اللي هي واحد الغرامه خصو يعطيها للمشغل الكليان الا تاخر باش يعطيه السلعه. الحاله الوحيده اللي ما يمكنلكش تخبر الباترون في ظرف 48 ساعه فاش تكون في حاله قوه قاهره، بحال مثلا تكون في غيبوبه
او تكون شي مكان بعيد خارج المدينه ما فيهش الريزو. اللي خصك تعرف بان هذا الراحه المرضيه اللي عندك ما خصهاش تفوت 180 يوم متصله في العام، بمعنى بقيتي تزيد شهاده طبيه مورا شهاده طبيه حتى في 180 يوم تفحيله حطيتي استقاله من الخدمه، وخصك لو نهار واحد جيت بوانتي وتمشي في حالك. غادي تقول لي واذا جيت ما خلاونيش ندخل. الصراحه كاين شي شركات تعجبهم جهل العمال بالقانون تيخليو حتى يفوت 180 يوم ويصيفطوه في حاله. اذا جيتي للخدمه بعد المرض ديالك وخلاوك تسنى بمبرر حتى يشوفك الطبيب، ما تخسر والو. تمشي تجيب مفوض قضائي يدير واحد المحضر ديال المعاينه باللي راك جيتي للشركه. هذاك المحضر هو البوينتاج ديالك، هو الحمايه اللي عندك. ديك الساعه سير بدا كمل على الراحه ديالك. واحد الملاحظه، هاد القضيه ديال 180 يوم ما تنطبقش على اللي وقعت ليه حادثه شغل او مرض المهني. هذوك اللي عندهم السياتيك، هذه ملاحظه، هذوك اللي عندهم السياتيك او الدواء اللي بكثره التوقيف، هذاك في نظر القانون ماشي مرض مهني، لانه ما مذكورش في لائحه الامراض المهنيه. امتى غادي يولي مرض مهني؟ فاش يكون عندك حكم المحكمه. مازال غادي نهضروا على هذه الامراض المهنيه وشكون هي وكيفاش نديروا الاثبات ديالها بشكل موسع. وشكرا.